بغيت غير نفهم واش هاد التصرف اللي عملوا مول التاكسي لهاد الاجنبي في كازا نفس التعامل غادي يكون مع الاجانب في كاس افريقيا وفي كاس العالم. اللي ما عرفش شنو وقع هو هاد المؤثر بريطاني معروف وسبق اللي جا المغرب دار فيديو كيعاود شنو وقع ليه مع التاكسي. السيد كيقول يلا وصل من السفر نزل في محطه القطار ديال كازا بغى يشد التاكسي باش يمشي للوجهه ديالو، وقف التاكسي حمار ركب وطلب منه يوصلوا لواحد البلاصه اللي قريبه بزاف مسافه ديال 5 دقائق بالحساب. المهم قبل ما يتحرك السيد كيستنى مول التاكسي خدم الكونتور كيف ما هو قانوني معروف، ولكن خونا بقى ساكت. سولوه هذا المؤثر شحال الثمن ديال هذه المسافه، مول التاكسي ضرب ليه واحد الثمن من راسو 50 درهم على الطريق ديال 5 دقائق. طبيعه الحال هذا المؤثر اللي ماشي اول مره يجي للمغرب وعارف شويه كيفاش الامور كتمشى رفض الثمن وقال ليه لا خدم العداد. مول التاكسي بلاص ما يتفاهم واللي خدم الكونتور بدا كيغوت عليه وتعصب بحال السيد طلب منه شي حاجه اللي ماشي من حقه. هذا المؤثر شاف راسو غادي وحال معاه، خصوصا انا لغته في الدارجه ماشي هذيك. جبد تليفونه وعيط لواحد صاحبه مغربي باش يهضر معاه ويشرح ليه ان هادشي هذا راه ماشي معقول، ولكن هاد الخطوه زادت عصبت مول التاكسي. ملي سمع الدارجه في التليفون زاد تعصب وبدا كيسب وكيعاير بكلام خايب بزاف، وفي الاخير ضرب الطوموبيل ورجع السيد لنفس البلاصه منين هزو وحرفيا لاحو تما في الشارع. هاد الطاكسي اللي هنا في كازابلانكا رفض يديني حيت بغى يزيد عليا في الثمن. ملي وصلت عنده قال لي 50 درهم على واحد الطريق ديال 5 دقائق، وانا قلت ليه 50 درهم راه بزاف. من بعد بدا كيغوت عليا، عيط لواحد صاحبي كيهضر بالدارجه، وديك الساعه جرى عليا من الطاكسي ورجعني تاني للمحطه ديال التران لاكار، ودابا راه معصب عايرني بالدارجه وفهمت شنو قال. ها هي طوموبيلته، ها هو راه كيهضر حتى هو في التليفون دابا. المهم هذا مشكل كبير كبير في المغرب. الشيافر ديال الطاكسيات هنا في المغرب ما كيديروش نفس الثمن لكل شيء وكيبدلوا الاثمنه. خاص يدار شي حل لهذا الشيء، حيت الا الناس ما تفتحاتش على هذه الافعال حتى حاجه ما غادي تبدل في هذه البلاد. انا يلاه كنت في قطر السيمانه اللي فاتت وعندهم اوبر والشيافر ديالهم ظريفين بزاف وكيبغيو يهزوك. يلا وصلت اليوم للمغرب وهذه هي اول تجربه ليا مع شي واحد. هادشي ماشي مزيان للبلاد بصراحه، ماشي مزيان. داكشي علاش كنفهم علاش الناس كيستعملوا ان درايف ولا كريم ولا شي حاجه بحال هكا، حيت موالين الطاكسيات كيحاولوا غير ينصبوا على كل شيء. اذا راه حشومه بزاف. هادشي اللي وقع عنده معنى واحد، المعنى ديالو هادشي اللي دار مول التاكسي سميتو الشوهه. هذه فضيحه بكل المقاييس. تخيلوا معايا المغرب كيحاول ما امكن يخدم على البنيه التحتيه ويجيب مؤثرين باش يبنيو الصوره مزيانه على المغرب باش يجيو السياح، وكيجي واحد بحال هذا في دقيقه واحده كيهدم هادشي كامل. راه مول التاكسي هو اول واحد كيتلقى به السائح وهو السفير الاول ديال المدينه. باش كيتصرف بهذه الطريقه ديال الاستغلال والهمجيه راه كيعطي واحد الانطباع خايب اللي صعيب يتسمح. وراه المشكل ماشي غير مع الاجانب، حتى حنا اولاد البلاد كنعانيو يوميا من هذه الفوضى اللي ولات. وهادشي علاش وبكل بساطه الناس هربت للتطبيقات بحال اندرايف. الناس لقات فيهم راحه وشفافيه، كتعرف الثمن ديالك قبل ما تركب وما كاينش اللي بقى يساومك على حقك. ولكن باش نكونوا واضحين راه ماشي كاع موالين الطاكسيات بحال هكذا، حاشا لله. كاينين فيهم الالاف ديال ولاد الناس اللي شرفاء وخدامين بعرق كتفهم. للاسف كيف كيقول المثل الحوته وحده كتخنس شواري، يعني التصرف ديال واحد كيشوه بقطع كامل. اذا الرساله اللي بغيت نوصل هي ان هذا الشيء خصو يوقف، خاص تكون مراقبه وخاص تكون عقوبات صارمه لهاد الناس اللي كيسيئوا لهاد المهنه والوطن ديالهم. راه السياحه كتوكل الاف ديال العائلات وهذا التصرف راه كتضرب في رزق الناس كاملين. المهم قولوا لي انتم رايكم في هذا الشيء وشنو اللي خص يتعمل باش يتحل المشكل ديال التاكسيات اللي مسبب لنا حنا عقده كمغاربه.